السلام عليكم. ايه الفرق ما بين اسس الماده والماده نفسها؟ في ايه بالظبط؟ يعني في المعنى العادي في المسرحيه قسم التمثيل والاخراج بيبقى فيه مواد بتتسمى الاول باسس، والماده بعد كده بتبقى الماده العاديه. زي ايه؟ ماده اسس القاء وماده القاء، ماده اسس اخراج وماده اخراج، ماده اسس تمثيل وماده تمثيل، وهكذا. مادة أسس إلقاء إحنا بناخد الأسس بتاعة المادة، إيه قواعد الوقف، إيه هو الإلقاء، مين الملقي، إيه المميزات اللي تبقى عنده، إيه التدريبات اللي ممكن تعملها عشان تبقى ملقي، وهكذا. ومادة إلقاء هنا بقى أنت بتاخد قصيدة وبتلقيها أو بتشتغل على الإلقاء بشكل عملي. فمادة الأسس في الإلقاء بتبقى نظري. طيب، مادة أسس إخراج ومادة إخراج، او اخراج واحد، اخراج اتنين، او اخراج واحد اخراج اتنين، ايا ما يكن. ماده اسس اخراج هي الاسس بتاعه الاخراج، القواعد بتاعه المخرج، وهكذا. ممكن اسس اخراج اتنين تبقى عملي، ولكن الاسس نفسها هي اسس الحاجه، جايه من الاسس، يعني جايه من اسمها. الاساسيات جايه من الاساس. العماره عشان تعملها لازم يبقى ليها اساس، الاساس ده هو اللي بتقوم عليه العماره. نفس الكلام، المخرج لازم يبقى ليه اساس هو اللي بيقوم عليه بعد كده في الاخراج او في الالقاء او في التمثيل. ماده اسس تمثيل انت بتاخد الاسس اللي يعني اللي المفروض تعملها عشان تبقى ممثل، ادوات الممثل، تاريخ التمثيل او المسرح، نشأته، مين الممثل، ازاي تطور من نفسك، وهكذا وهكذا وهكذا. وبعد كده تقدر في تمثيل ان انت تعمل بقى مشهد او تمثل او الخ الخ. هكذا في المعهد او بره المعهد. أسس المادة أو أسس الشيء بيبقى الأساس بتاعه اللي بنشتغل عليه، والشيء نفسه بيبقى الحاجات اللي تبقى أنت عملتها بعد ما تاخد الأسس بتاعة الشيء ده. وبس كده ببساطة شديدة. لو حد عنده أي استشارة في أي حاجة يدخل يسألني على الفيسبوك، هسيب اللينك تحت في الديسكريبشن، ادخل اسأل في أي حاجة في أي وقت. وبس كده، اعمل لايك وشير عشان الفيديو يوصل لأكبر عدد ممكن، واشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. السلام عليكم.